انتشر فيديو ان ام مكة بتهدد وفاء عامر ومساجدة والعصابة كلها. بتقول انا لو ما اسمي ما طلعش من القضية دي انا هطلع افضحكم وهقول اللي انتوا بتعملوه في الناس. وفضلت تقول انا مش هفا، وقالت كمان انا بعتلك رسالة على الواتس وانت لحد دلوقتي ما ردتيش عليها، هعتبر ان انت ما شفتهاش لحد دلوقتي وهسكت. لكن انا والله لو ما طلعش اسمي من الحدوته دي كلها انا هطلع واقول عليكم واقول انتوا بتعملوا ايه في الناس كويس، علشان انا مش هفا. الفيديو ده ناس كتيرة اول ما سمعته استغربت، هي ازاي بتقول كده؟ الغريب ان الناس دي بتفضح نفسها بنفسها، بتطلع بالفيديوهات وتلميحاتهم كده غريبة. حتى مرات ابراهيم شيكا ساعة ما كانت طالعة مع وسيم يوسف كانت تلميحاتها كده غريبة. ولما قال انا نازل مصر لو لاحظت كانت بتبصله بصة غريبة كده، وبعدين راح عمل ايده في دقنه كده وقال انا نازل مصر علشان اشوف الوالدة وكده. فالموضوع غريب بجد، الواحد مش قادر يصدق اللي احنا فيه ده. يعني معقولة في عصابة بالجرم ده كل الناس دي مشتركة؟